السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والنهاردة معانا أكلة من الأكلات المفضلة في العيد، وهي كفتة الرز. هنعملها بكل تفاصيلها وكل تكاتها، وأنا من عشاق كفتة الرز بصراحة، ويعني مش بنحس كده بعيد الأضحى غير بيها. يعني هي كده وكم أكلة تانيين. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة لو مش مشتركين، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنا بحضر كده معايا الحاجات اللي هعمل بيها الكفتة. انا معايا كانت بصلاية وسط كده، مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، وقطعتها كده وبضربها في الكبة. وكان معايا كده حزمة بقدونس وحزمة كزبرة وعود واحد بس من الشبت. مش بحب احط عليها شبت كتير عشان بتغير طعمها وعشان بتغمق لونها كمان. وبضربهم ضربة كويسة كده مع بعض في الكبة. وكمان حطيت 5 فصوص من الثوم، 5 فصوص مش كبار، وضربتهم في الكبة كده مع بعض. وحطيت اللحمة بتاعتي، وبعدين حطيت التوابل بقى، فلفل اسود وبابريكا وقرفة، شوية قرفة صغيرين وشوية جنزبيل وبهارات لحمة. وبس كده. لو انت عايزة تزودي اي حاجة تانية ممكن تزوديها. حطيت برضو حتة جوزة الطيب صغيرة جدا. وبعدين بقلب كده كل المكونات مع بعض، وبديهم كده لفة تاني في الكبة، عشان انا اللحمة كان الجزار فرمها لي وش واحد مش وشين. انتي لما تروحي تجيبي اللحمة من عند الجزار للكفتة، لو انتي مش هتعمليها عنده، خليه يفرمها لك كده وشين، قولي له عشان للكفتة. وبعدين لما تخلطي المكونات كده مع بعض، ممكن لما تحطي الرز تمشيها كمان مرة في الكبة كده، او تستسهلي بقى وتروحي تعمليها عند الراجل زي ما كنا بنعملها الاول زمان. بس انا حبيت اعملها كده في البيت واوريها لكم يعني كده واصورها معاكم. وانا كان معايا طبعا، انا حطيت نص كيلو من اللحمة وكان معايا نص كيلو من الرز. انا كنت غاسلة الرز كده قبلها بيوم وسبته نشف، فردته كده على صينية وسبته نشف، وطحنته في مطحنة الخلاط كده وعملت بيه الكفتة. الأحسن ان انتي تعمليه في البيت، ما تشتريهوش جاهز، لان الجاهز ممكن يبقى عليه مكونات تانية من بره وما يديش للكفتة بتاعتنا طعم حلو. وانا بخلط كده لقيت العجينة بتاعت الكفتة معايا ناشفة، فحطيت لها يعني معلقة مية واحدة بس كده. وزي ما انتم شايفين كده انا بعجن في الكفتة يا جماعة عشان تعمل عرق معايا كده، وتبقى معايا كده ما تفكش، تبقى متماسكة كده معايا وما تفكش، وتبقى صوابع كده حلوة زي ما هتشوفوها دلوقتي. ومعايا هنا كيس نايلون كده بفرده على طبق عندي، ومعايا طبق كده فيه زيت بدهن بيه ايدي عشان وانا بصبع الكفتة كده تبقى الكفتة متساوية معايا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي اهو. وبصبع كده الكفتة بالحتة اللي في ايدي اللي في النص كده، مش من عند الصوابع، عشان الصوابع ما تعملش فيها علامات ويبقى شكلها مش حلو. بعمل طبعا زي ما انا عايزة اعملها كده طويلة او اعملها مدورة، زي ما انتوا عايزين يعني تعملوها صوابع او تعملوها كده كور زي ما انتوا عايزين. وبعدين برضو الاحسن خالص ان انتي تجيبي كده زي قطاعة بلانشة كده، تعملي عليها تصبعي عليها الكفتة، بتبقى سهلة جدا. يا دوبك بس بعوزها شوية زيت صغيرين، وبجيب قطعة اللحمة بتاعة الكفتة بتاعتي واصبعها كده. لو لقيتها كبيرة بشيل منها حتة وبحاول ان انا اسويها كده اهو. بعمل المقاس اللي انا عايزاه، بحاول ان انا اطولها شوية كده عشان هي برضو كده كده لازم هتكش شوية مني بعد ما احمرها في الزيت اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وزي ما قلت لكم كفتة الرز دي من الاكلات المحببة جدا في عيد الاضحى المبارك. يعني في ناس ما بتستغناش عنها، وانا بحبها جدا بصراحة، وبحس كده باجواء العيد وبايام زمان لما كانت ست الحبايب كده تعملها لنا وتفضل تقلي فيها، واحنا طبعا ناخدها كده من وراها ونفضل ناكل فيها بنسرقها كده. كانت احلى ايام، وبتبقى يعني بتفكرنا بذكريات حلوة بصراحة. وكده خلصت كل الكمية، عملت شوية كده شبه الكور وشوية صوابع اهو زي ما انتم شايفين. وده كده كل كمية الكفتة معايا نص كيلو. وهنا معايا زيت على النار بسخنه كده شوية، مش بحط زيت غزير قوي ولا زيت شوية، يعني بخليه متوسط كده.
وبحط بقى الكفتة بتاعتي كده عشان احمرها. في الاول بعلي النار وبعد كده بهديها شوية وبعدين اعليها تاني عشان تبقى مستوية برضو من جوه. اهو بحاول ان انا احط اكبر كمية من الكفتة عشان يعني تبقى كده تنجز معايا. الطاسة بتاعتي كانت كبيرة، ولما بتتحمر كده بقلبها. يا ريت يا جماعة اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. يعني بصراحة انا بلاقي يعني المشاهدات الايام دي ضعيفة شوية، فيا ريت في ناس بتشاهد وما بتحطش اللايك خالص يعني، فيا ريت ما تحرمونيش من اللايك بتاعكم، مش هتخسروا حاجة يعني. عشان قناتي كده تتشاف والفايدة تعم على الجميع بإذن الله. وبحمرها كده بخليها كده لونها ذهبي زي ما انتم شايفين. انا بحب انشفها شوية وبحب اللي انا احتفظ بيه في الفريزر، بصراحة ما بحبش اشيلها كده عجينة زي ما هي، انا بحب اشيلها متحمرة. يعني بحمر الكفتة كده وبشيلها في الفريزر. لما اجي استعملها اطلعها واعملها على طول في الصلصة. بصراحة انا بحبها في الصلصة بس كده من غير اي خضار معاها، ولا بطاطس ولا اي خضار تاني. في ناس بتعملها مع اللوبيا مع البطاطس، هي اقرب حاجة ليها البطاطس. بس انا عن نفسي بحبها في الصلصة بس. بس النهاردة هعملها معاكم كده مع شوية بطاطس عشان كان ابني قال لي اعملي معاها بطاطس، فقلت اجربها كده بالبطاطس النهاردة. وكده خلصت كمية الكفتة معايا اللي هي الصوابع، وبحمر اللي هي الكور كده اهي. خلاص خلصتها. اعملي كده حاجتك في البيت وحسي بأجواء العيد وفرحي ولادك، يعني هتبقى احسن من بره بكتير. وكده خلصت كمية الكفتة اللي حمرتها، ومعايا هنا حلة على النار حطيت فيها معلقة زيت ومعلقة سمنة، وقطعت بصلاية صغننة خالص كده تقطيع كده، ولا ناعم قوي ولا خشن قوي. وحطيت كده نص معلقة من الثوم. انا مش هحمر البصلاية بتاعتي، انا بس هديها تشويحة كده واحط عليها الثوم على طول، واحط عليها التوابل بتاعتي فلفل اسود وكمون وكزبرة وبابريكا. وبعدين كان معايا طماطم مضروبة كده في الخلاط حطيتها، وحطيت الملح بتاعي المظبوط، وحطيت معلقة واحدة صغيرة سكر عشان تعادل الحموضة بتاعة الطماطم. وحطيت مكعب مرقة دجاج بيفرق جدا في طعم الصلصة دي. وحطيت معلقتين صلصة كده كانوا عندي جاهزين، وغطيت عليها كده وسبتها تتسبك. لازم الصلصة بتاعة الكفتة تسيبها تتسبك حلو قوي. كده كده احنا مش محمرين البصل ولا الثوم، هتبقى خفيفة مش تقيلة ولا حاجة. وهنا انا في نفس الزيت اللي حمرت فيه الكفتة جبت البطاطس بتاعتي كده قطعتها تقطيعة متوسطة كده زي ما انتم شايفين، واديتها تحميرة كده بعد الكفتة عشان تبقى لما اجي احطها في الصلصة تبقى متماسكة كده. يا دوبك محمرتهاش، انا اديتها تشميعة بس كده. وهنا بقى التركة الحلوة بتاعتي ان انا هعمل الكفتة في طاجن كده في الفرن، هتبقى حلوة قوي. حطيت البطاطس وحطيت الكفتة بتاعتي، وبعدين جبت الصلصة كده حطيتها عليها، وجبت شوية مية حطيتهم لان الصلصة كانت تقيلة شوية. يعني قبل ما ادخلها الفرن حطيت شوية مية. وهنا معايا قرنين من الفلفل الحامي بيخلي الكفتة بتاعتنا حرشة وحلوة قوي. وحبيت كده ان انا اعمل تاتش كده من اللي على الوش، حطيت شوية فلفل الوان كده متقطع حلقات عشان يدي منظر كده حلو وجميل. كنت مولعة بقى الفرن وحطيته بس تدي تحميرة من على الوش كده. وهنا الكفتة بتاعتنا بوريها لكم وهي متحمرة عاملة ازاي ومن جوه مستوية مقرمشة من بره وطرية من جوه وتحفة. انا عن نفسي بحب اكلها وهي متحمرة قوي. وهنا خلاص كانت الكفتة بتاعتي طلعت والصوابع كبرت كده في الصلصة طبعا، شربت كده من الصلصة واتنفشت بتبقى حلوة قوي. حبيت اغير كده النهاردة وحطيتها في طاجن في الفرن، كانت جميلة قوي شكلها شيك بصراحة. شكلها ساعة تقديم الاكل كده حاجة كده حلوة وتفتح النفس. وقدمتها كده مع رز ابيض، انا بصراحة بحبها مع الرز الابيض مش اللي بشعرية. بحس كده ان عشان ما تبقاش كل حاجة متحمرة فبخلي الرز يكون ابيض احسن. وهنا الكفتة بتاعتي جميلة اهي مستوية وطعمها تحفة يا جماعة. والله وانا بحمرها كانت ريحتها طالعة شبه البرجر كده بالظبط، وطعمها جميل جدا.
وده كان فيديو النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.